اهلا بكم، معكم علاء فهمي من ايزي ميكس، ومكملين مع بعض في كورس احتراف الميكسينج، ومكملين كلامنا عن الايكولايزر. المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن انواع مختلفة من الايكولايزر، واتفقنا ان انا ممكن اقسم الايكولايزر لنوعين او تقسيمتين. التقسيمة الاولى ان انا اقسمه لديجيتال ايكولايزر وانا ايكولايزر. الديجيتال ايكولايزر زي البروكيو اللي قدامنا على الشاشة. الانالوج ايكولايزر اللي هو بيكون محاكاة لجهاز مثلا، زي مثلا البولتك ده مثلا. ده بيكون محاكاة لجهاز حقيقي، أو بيحاولوا يقلدوا صوت الجهاز. ففي يبقى كده عندنا الديجيتال وعندنا الايه وعندنا الانالوج. بالنسبة بقى للانالوج، في منه كمان انواع. اتفقنا قلنا ان الانالوج كمان في منه نوعين، اللي هو الباسيف والاكتيف. اتفقنا ان الباسيف هو النوع اللي مكوناته الداخلية ما بتحتاجش كهرباء عشان تشتغل، زي مثلا الملفات والمكثفات والمقاومات. كل مكونات الكهربائية دي مش بتحتاج لكهرباء عشان تشتغل، علشان كده بنسميها الباسيف. وفي انواع تانية من الايكولايزر بتحتاج لكهرباء، او المكونات الداخلية بتحتاج لكهرباء علشان تشتغل، اللي بنسميها اكتيف ايكولايزر. والاكتيف ايكولايزر زي النيف، زي الاس اس ال، زي الاي بي اي. كل الشركات دي بتعمل اكتيف ايكولايزر. وقلنا ان في نوع واحد من او اشهر انواع الباسيف ايكولايزر هو البولتك. هنتكلم النهارده بقى عن البولتك. هنحلله ونشوف الخصائص بتاعته، ايه اللي بيميزه، امتى نستخدمه، ايه الشركات اللي عملت بلجن ايميوليشن للبولتك، وايه الفرق بين الشركات دي، وايه اللي بتقدمه كل شركة. في البداية خلينا نعمل تيست للبولتك من شركة يونيفرسال اوديو. البلجن من شركة يونيفرسال اوديو ده اول بلجن هنشوفه مع بعض، ونشوف الخصائص بتاعته عاملة ازاي. تعالى بس نجيب الاعدادات من الاول تاني. طبعا اول ما بنفتح البلجن هنلاحظ ان في، يعني لو قفلنا هنلاحظ ان الصوت على الصفر. اول ما بنفتح الصوت بيعلى معانا بمقدار 1 دي بي تقريبا، يعني 1.1 وبيبقى فيه كيرف كده زي ما انتم شايفين، يعني في الميد رينج بيعلى شوية عن الأطراف. فدي الكاركتر بتاعة الجهاز من غير أي حاجة، من غير ما نعمل أي حاجة. هو بيبقى ليه كده كاركتر بيعلي الصوت كله. طبعا القاعدة اللي احنا متفقين عليها دايما ان الصوت لما يخش بلجن بمستوى معين المفروض يخرج بنفس المستوى، عشان نقدر نسمع شخصية الجهاز او شخصية البلجن الحقيقية، بدون ما ودننا تخدعنا ان الصوت بقى اعلى وبقى احسن. فبالتالي مثلا لو هو على الصوت 1 دي بي، فالمفروض ان احنا نيجي هنا مثلا في الاوتبوت ونوطي برضو 1 دي بي، بحيث ان الصوت يبقى هو تقريبا هنا وطى، شوف كده مع بعض، وطى 1 ولا 2، تقريبا 2 دي بي عشان ينزل الصفر تاني. تمام، يعني بالودن كده حتى تسمع قبل زي بعد. المفروض يعني الصوت يكون قبل زي بعد، عشان تقدر تسمع الأثر اللي بيعمله البلجن. دي أول ملحوظة، يعني إن هو بيعلي الصوت. طبعا هتختلف من شركة لشركة، يعني يونيفرسال اوديو ممكن يكون بيعلي 1 دي بي، 1.5. ممكن شركة ويفز تلاقيها بتعلي 2. في شركات تانية ممكن ما تعليش خالص. فكل بلجن وكل شركة يعني بيكون ليها شخصية مختلفة. طيب، لو بصينا على البلجن ده هنلاحظ، او على الجهاز ده لانه بلجن ايميوليشن، يعني هنلاقي ان هو طبعا هو مختلف عن الشكل التقليدي، سواء الديجيتال او حتى الانالوج. هو ليه نظام معين كده في الشغل، ولازم تفهم النظام ده
وعشان كده احنا عملنا له حلقة منفصلة، لان هو يعني انت لازم تعرف هو بيشتغل ازاي، لان كل البلجنز اللي مبنية على البولتك بتشتغل بنفس الطريقة. هو البولتك علشان المكونات الداخلية بتاعته مش بتعتمد على الكهرباء، فهي مش بتعلي الصوت، يعني هي قايمة على فكرة ان هي بتوطي وبعد كده بتعلي التراك كله. فده النظام اللي بيشتغل بيه الايه البولتك او الباسيف عموما. اي حاجة باسيف بتشتغل بالطريقة دي، ان هي بتقلل الصوت وبترفع الصوت الكلي، يعني بتقلل منطقة من الصوت ولتكن اللو فريكوينسيز او الهاي فريكوينسيز، وبعد كده بتعلي الصوت كله. دي الطريقة اللي بيشتغل بيها اي حاجة باسيف، لان دي الطريقة اللي بيشتغل بيها المقاومات والملفات. طبعا ما بتشتغلش على نطاق دقيق او ضيق زي مثلا زي الديجيتال او حتى زي الاكتف. بيكون دايما شغلها على نطاق واسع، وده اللي هنشوفه دلوقتي. يعني مثلا لو جينا اخترنا هنا وبيديني طبعا 4 بندات، 4 نقط في اللو، تمام، 20 30 60 و100. لو انا اخترت 100 مثلا او اخترت 60، دي المنطقة بتاعت البيز والكيك. يعني 60 دي هتلاقي منطقة الكيك اكتر. فلو مثلا احنا جينا علينا عند 60 اللي هي منطقة الكيك، ده اللي هيظهر قدامنا بيعلي طبعا بشكل كبير جدا. عمل لو شلف، مفيش بيل لو شلف. وكمان بص بادئ منين، من عند 1000 تقريبا، فكل ده بيرفع كل ده بشكل تدريجي. فدي الطريقة اللي بيشتغل بيها عموما الباسيف، ان هو بيعلي بالطريقة دي. مفيش متقدرش تعلي مثلا جزء بسيط، لا. طيب مثلا لو خلينا عند 100، هيبدأ ان هو يغير شوية، يبدأ من عند 2000. فزي ما احنا شايفين الموضوع مش دقيق خالص بالمرة، يعني ما فيهوش ريحة الدقة. هنا بيبقى فيه بند، بس طبعا بند يعني حتى لو خليناها واسعة من ضيقة بالنسبة للشلف مش هتفرق كتير يعني. تمام، اللي هو الجزء بتاع اللو. طيب لو جينا وطينا مثلا هنا، نفس الموضوع برضو. انت هنا بيبقى عندك زرار تعلي بيه وزرار توطي بيه، تختار التردد من هنا وشوف انت عايز تعلي ولا توطي. لما ده attenuation، ده بوست. لما نيجي نعلي الاتنويشن بيبدأ ان هو ايه يقلل. لما بنيجي نعلي البوستنج بيبدأ ان هو يزود. ولو احنا عملنا الاتنين مع بعض، يعني خدنا الاتنين مثلا 5، فبيبدأ ان هو يعني المفروض ان هو كده ما عملش حاجة، او المفروض ما يقللش ولا يزود، بس نتيجة لشخصية البلجن او شخصية الجهاز بنلاقي كيرفات زي كده. الكيرف ده بيكون محبب قوي لما بنيجي نحطه على البيز مثلا، او بيقلل المنطقة دي في البيز اللي هي بتكون مش مهمة بالنسبة للبيز، وبيعلي المنطقة دي اللي بتكون مهمة بالنسبة للبيز او الكيك. فبتخلي الصوت عريض دايما، سواء انت عايز صوت بيز عريض، عايز صوت كيك عريض، فتقدر تستخدم التركية دي وتستخدم البولتك بشكل عام. يبقى ده اول استخدام بنستخدمه للبولتك، ان احنا بنعلي منطقة اللو عشان نخلي صوت الحاجات اسمك، يعني صوت فيه لو اند، في صوت سميك، صوت غليظ، مليان، يعني صوت مليان. يكون عايز صوت مليان في الكيك او البيز بالذات، فافضل استخدام او افضل حاجة تعملها البولتك. ودي تركاية من التركات المشهور بيها البولتك، انك تعمل بوست واتنويشن بنفس المقدار فيديك كيرف زي كده. ده على الصوت طبعا بيكون صوته خصوصا في الاي دي ام ميوزك بيكون الصوت قوي جدا. يبقى ده الجزء اللي تحت، الجزء اللو هو 2 باند لو. والهاي، الهاي طبعا بتقدر تستخدمه بطريقتين.
بطريقة انك انت تعمل بيل او انك انت تعمل هاي شيلف. فمثلا لما بنختار عند 4000 مثلا، عايز اعمل بيل مثلا عشان ازود صوت الفوكال، ممكن تستخدمه برضو مع الفوكال، ان احنا نعمل بريزنس بيه عند 4000 ونزود مثلا شوية، فبيبدأ يعمل لي هنا اللي احنا بنعملها دايما اللي هي البريزنس الوايت بيل عند مثلا 4000. ده بيخلي صوت الفوكال كويس جدا، ممكن تستخدمه الاستخدام ده مع الفوكال. ممكن توسع شوية عشان يبقى الموضوع سموز اكتر، ده بند يعني ممكن توسع قوي كده، ممكن تخليها في النص مثلا حسب ما تسمع بقى يعني. بس ده الاستخدام التاني اللي ممكن تستخدم بيه البولتك، انك انت تعلم المنطقة دي في الفوكال فيديك بريزنس. ممكن تخليها 5000 4000 او 5000، يعني الرينج ده حسب الصوت. طيب بعد كده الاستخدام اللي بعد كده اللي هو يبدأ من 8000 او 10000، دي المنطقة اللي بعد منطقة البريزنس، يعني نبدأ نخش في الحتة بتاعة الاير. فممكن مثلا تختار 10000 وتزود مثلا، فيديك هنا شايف الكيرف عامل ازاي. آه بي الكيرف ده بيكون مميز في حاجة، ان هو بيفتح الصوت بس من غير ما يبقى فيه هارشنس في الاخر. يعني بيعمل رول اوف في ال very high end، فبيخلي الصوت ما فيهوش هارشنس. فدي برضو من الحاجات اللي بتميز البولتك. هتقدر برضو انك انت تعمل العكس، انك انت تحدد نقطة معينة. لو انت عايز تخلي الصوت مطفي شوية، فتيجي عند 10000 تحدد 10000 مثلا وتيجي توطي، فهو يبدأ يعمل يقلل لك المنطقة اللي فوق دي كلها. تمام. وهنا تقدر تحدد المنطقة اللي انت عايز تقلل منها، يعني عايز تقلل من عند 5000، يبدأ يخش شوية بال اللو شيلف ده. تمام. وتقدر اهو تغير النقطة بتاعتك اللي انت عايز تقللها. يبقى ده الجزء الخاص بالاتنويشن، وده الجزء الخاص بالبوستنج. يعني ده مش هيأثر معانا لما نكون عايزين نقلل، ده مش هيأثر معانا، يعني مفيش تأثير تقريبا، ولكن هيأثر معانا في لما نيجي يعني لو قفلنا ده خالص وجينا هنا بقى في البوستنج. ففي البوستنج انت هنا بتستخدم الجزء ده، ليك 3 4 5 6 3000 4000 5000، ده بتاع البوستنج وده بتاع الاتنويشن. تمام. وده طبعا اوتبوت بتعلي وتوطي. مش دايما ده بيكون متوفر، يعني الاوتبوت ده في الاصدارات الحديثة من اليونيفرسال اوديو. الاصدارات الاقدم ما فيهاش الاوبشن بتاع انك انت تعمل كومبنسيت او تتحكم في الاوتبوت. ف يعني بشكل عام ده الاستخدام الاساسي بتاع البولتك، ودي الشخصية الاساسية بتاعته. لو رجعنا كل حاجة زي ما كانت كده، الحاجة الاساسية بتاعته ان هو الكيرفات بتاعته واسعة، يعني زي ما شوفنا مثلا كده زي كده الكيرف بتاعه واسع. ممكن تخليه واسع قوي، ممكن تخليه ضيق شوية. برضو من الخصائص بتاعته ان هو نسميه proportional EQ. يعني انت كل ما بتيجي تعلق، يعني هو زي كده اهو، لو وسعنا خالص وجينا علينا، هو هتلاقيه من تحت واسع، وكل ما بتيجي تعلي بيبدأ الكيو بتاعه يبقى اضيق، يعني ده في النص كده هيبان اكتر. يعني بص كده ضيق، الكيو ضيق، كل ما بتيجي تقلل بيوسع معاك. فدي برضو من الكاركتر او من خصائص الايكولايزر ده. ده بالنسبة لنسخة يونيفرسال اوديو. لو مش متوفرة بيكون عندك برضو خيارات تانية من شركات تانية. طبعا عندك بتاع الويفز، نفس الفكرة برضو بلاحظ اول ما بفتحه بيعلي الصوت حوالي 1 dB، برضو نفس القصة. وهنا في اوتبوت او جين
آه نفس الخيارات بالظبط موجودة هنا. لو حبينا نبص ونجرب، مثلا لو جينا علينا زي كده برضو نفس الفكرة، برضو نفس الكاركتر. لو جينا علينا وطينا هنلاقي برضو تقريبا يعني كيرف متشابه شوية. تمام، زي بتاع يونيفرسال اوديو، متشابه بشكل كبير يعني بولتك في الحاجات الكويسة اللي عاملاها الويفز عاملاها كويس، مش وحشة يعني، تقدر تستخدمها عادي. برضو يعني لو نزلنا دول وبصينا على، لو اخترنا 4000 مثلا وجينا ضيقنا شوية، يعني مختلف شوية عن بتاع يونيفرسال اوديو في المنطقة بتاعة ال4000. الكيرف بتاعه أوسع، بتاع يونيفرسال اوديو بيكون أضيق شوية من كده، فبيدينا يعني الموضوع بيكون مظبوط أكتر لو احنا عايزين نعمل بريزنس، فالموضوع بيكون مظبوط أكتر. فكمان عندنا ممكن نجرب الجزء اللي هو بتاع الاير. لو جينا عملنا كده يعني متشابه برضو بس مختلف شوية عن يونيفرسال اوديو، حاجة بسيطة. دي النويز لو فتحناها، النويز بتاعت الجهاز محاكاة للنويز، هنبدأ نلاحظ ان في نويز بدأت تظهر. طبعا افضل تقفلها عشان خاطر ما يحصلش بيلد اب يعني للنويز دي. نفس الفكرة برضو، تقدر لو انت عايز تقلل بتختار النقطة اللي هتقلل من عندها وتبدأ تقلل. دي طبعا في نسخ تانية من شركات تانية زي شركة تيوبتك، نفس الفكرة برضو. تيوبتك حاطة برضو بندات زيادة، حاطة الجزء اللي تحت ده الخاص بالميدرينج مع الجزء الخاص باللو والهاي. في جزء هنا خاص بالميدرينج في 3 نقط، هنا في بيك وهنا في ديب وهنا في بيك. تمام، يعني لو رفعنا مثلا هنا كده بيديني ان انا اقدر اعمل ارفع حاجات في النص، يعني الناس استفاد من الشخصية بتاعة البولتك، ولكن في مناطق تانية غير الهاي واللو. ولكن طبعا احنا مش هنحتاج الميدرينج اوي ان احنا نعليه يعني البولتك الديفولت بتاع البولتك بستخدمه في حاجات محددة زي ما اتفقنا. لو انا عايز ازود صوت البيز او الكيك اخليه عريض بستخدم الباند بتاعة اللو. لو انا عايز اخلي الصوت فيه بريزنس الفوكال صار عند 4000 او 5000 بزود شوية. وبظبط الباندويتس هنا مثلا اخليها في النص، ممكن اضيق شوية اعليها شوية حسب الصوت. الاستخدام التالت ان انا اخد منه الهاي اند، فاختار مثلا عند 10,000 او 12,000 وهبدأ ازود عشان يديني ايه الصوت السلكي، يعني سلكي هاي اند او الصوت اللي هو الناعم الفاتح. بس دي الاستخدامات الأساسية. لكن موضوع النقطة اللي في النص دي يعني مش هنستخدمها كتير أو نادرا ما ممكن نحتاجها، أو مش هو ده أفضل استخدام للبولتك يعني. في شركات تانية في شركات تانية زي شركة نويز اش عاملة الرولتك نفس الفكرة برضو، يعني لو بصينا هنلاقي برضو نفس الموضوع. في كاركتر برضو هنا للبلاجن ده، لو زودنا هنا نفس الفكرة برضو. يعني بولتك من الحاجات اللي سهل تلاقي ايميوليشن ليها بسهولة من شركات مختلفة. برضو نفس الفكرة، يعني الحاجات كلها تقريبا كل الشركات معظمها شبه بعض. برضو لو جينا رفعنا هنا ده كويس، يعني أقرب من الويفز ليونيفرسال اوديو. نفس الفكرة برضو لو جينا عملنا الهاي اند وخلينا دي مثلا واسعة، زودنا برضو يعني ده أقرب شوية أقرب من الويفز اليو اي دي. طيب دي كده الحاجات اللي هي بتقلد الفولتك اللي هو بنستخدمه على
التراك الواحد يعني. البولتك برضو الناس بدأت تستخدمه على الماستر، وممكن انت ممكن تستخدم بولتك على الماستر عادي نصف الاستيريو، ولكن هم عملوا حاجات تانية. عملوا حاجات تانية بنفس شخصية البولتك، بس فيها إمكانيات أكتر، زي مثلا البيتر ميكر. ده برضو من الحاجات اللي بتحاكي البولتك ولكن فيها اوبشنز اكتر. هنلاقي الجزء ده مثلا هو البولتك بالظبط، يعني هنا الاربع نقط بتوعنا اللي هما العشرين والتلاتين والستين والمية، تختار التردد وتبقى تعلي مثلا، ونفس الفكرة بالظبط اهي. تمام. لو قللت يعني انت ممكن تستخدم البيتر ميكر كبولتك عادي، مش مشاكل. نفس الفكرة برضو، حبيت تزود او حبيت تنقص وبتختار التردد من هنا. تمام. نفس الفكرة بتاعة البولتك، وهنا الباندويتس بتخليها واسعة او ضيقة. الجزء ده بولتك تماما يعني. هنا بقى بيكون فيه باند اضافية برضو، انك انت عايز تزود حاجة في النص او تقلل حاجة في النص. ده بيكون مفيد طبعا في الماسترنج، ان هو بيديك مرحلتين للإيكيو على الماستر. المرحلة الأولى مثلا اللي هي بتكون سيرجيكال، وبيديك اوبشن ان انت تعمل سيرجيكال إيكيو باستخدام بلجن، باستخدام يعني انالوج ايميوليشن زي البيتر ميكر يعني. مثلا هنا مثلا لو اخترنا نقطة وليكن هو هنا طبعا في اوبشن ان انت تختار كذا نقطة، يعني عادي الموضوع كويس جدا يعني. خلينا نشوف لو قلنا 320، هو هنا بيعرض لنا ايه الحاجة اللي انا بعملها. هنا 320 مثلا، فاقدر ان انا اعلي عند 320. اقدر اخلي الكيو اقل، اضيق، بص لحد فين، وابدأ اعلي وابدأ اوطي. تمام. هنا بعلي، ممكن اقلل يعني السيرجيكال اكيو، بس برضو بص الكاركتر بتاعته مش زي الديجيتال يعني، موضوع سموز اكتر. وبيديني برضو هنا نقطة تانية، يعني بيديني نقطتين، هنا نقطة في منطقة اللو لحد 1000، وهنا مديني لحد بقية يعني بقية السبيكتروم تقريبا لحد 15000. فلو انت عايز تختار اي نقطة تاني تقدر تخليها تعلي او توطي. لو عليت مثلا ماشي، تقدر تخلي الموضوع شارب، يعني تخلي الكيو ضيق او تخليه واسع. فالموضوع لذيذ جدا يعني، بلجن حلو قوي. هنا بتقدر تشوف انت يعني ايه الحاجات اللي انت مختارها. الاي كيو الاولاني او التاني. تمام. ده الاي كيو الاولاني، وده الاي كيو التاني، وده الاي كيو التالت. وفي 3 اي كيو او 3 براندات، يعني هو بيعتبرهم 3 اي كيو. ده البولتك اي كيو اللي هو الجزء ده. تمام. ده البولتك اي كيو. وعندنا الاي كيو الاولاني اللي هو ده، والاي كيو التاني اللي هو ده. انت بتشغل بقى اللي انت عايزه. لو طفينا ده كله هنلاقي طبعا كله طفى. لو شغلت البولتك بس هيشغل الجزء ده بس، لو طفيته خلاص طفى. هنا في خاصية جميلة جدا مش موجودة في الأنواع اللي فاتت، وهي الهاي باس فلتر. لو فعلته زي كده بيعمل لي هاي باس فلتر. تمام. هنا بتشغله أو تطفيه. تمام. وهنا بتقدر تختار التردد بتاعه حد كام، حد 200. تمام. طبعا ده جامد جدا. ليه بقى جامد؟ لان انت مثلا ساعات تكون عايز تعلي مثلا البيز. خلينا نشغل ده، وليكن انا عملت مثلا ايه، رجع ده زي ما كان مثلا زي كده. ماشي. هنشغل هاي باس فلتر.
ماشي. وهنبقى هنختار عند 60 المنطقة بتاعة الكيك مثلا، وهنعلي. بصوا هنا عمل ايه، علالي الكيك، بس المنطقة اللي تحت خالص دي اللي هي بتكون فيها، ممكن نعلي شوية ده، ممكن نقلل الباندويدث، نقللها شوية، نخليها شارب. تأثر معانا؟ لا، ما بتأثرش في البند ده، بتأثر في البند اللي فوق بس. ماشي. فهو بيفيدني ان انا لو طفيته، بص لو طفيته ف سوري، طفينا ده البولتيك. ده بتاع الزرار ده بتاع الايه، بيطفي او يشغل البلاجن كله يعني. تمام. ماشي. الانجيج. طيب، بيعمل لي هاي باس فلتر ان او اوت لو طفيته او شغلته. لو انا طفيته هيديني الكاركتر بتاعت البولتك العادية. طب هو هنا مثلا المنطقة اللي تحت خالص دي انا مش عايزها، يعني انا عايز الصوت بتاع البولتك، بس المنطقة اللي تحت خالص دي مش عايزها مثلا. فمفيش اي حل، يعني مفيش بلجنز تقدر تديك هاي باس فلتر غير البلجن ده. وده من مميزاته ان هو بيديك هاي باس فلتر، ان هو يلملك شوية المنطقة اللي تحت خالص دي، تقدر كمان تدخله شوية كده، بحيث انه مثلا ايه، المنطقة اللي هي تحت خالص خالص دي اللي هي ممكن تكون فيها صوت كده، هابو كده، او صوت اللي هو كده كده يعني، متكونش عايزه يعني، تقدر تشيله يعني. فدي من مميزات البلاجن ده. فالبلاجن ده بصراحة من شركة بلاجن الاينس، من البلاجنز الممتازة جدا اللي بتحاكي البولتك، وفي نفس الوقت بتدينا اوبشنز كتيرة، تقدر تتحكم اكتر من غير ما تتكتف بالتو باند بتوع البولتك العادي يعني. ده غير ان هو من شركة بلاجن الاينس، فتقدر تثق في الايميوليشن بتاعه. وبعد كده هنخش بقى في، طبعا في برضو حاجة تانية، ال SPL. ال SPL من شركة برضو بلاجن الاينس. ده بيديني برضو ايه، نفس الفكرة بتاعت الباسيف ايكولايزر، بس بيديني كمان اوبشنز اكتر. يعني مثلا مش هنشرحه طبعا، بس يعني بديكوا فكرة عن الحاجات. بيديني نقط اكتر زي البيتر ميكر كده. وبعد كده عندنا برضو المانلي، ده برضو من ال البلاجن ايميوليشن للبولتك، برضو هو بولتك، ولكن ده مش بولتك يعني، ده يعتبر ايه، هما بيسموه بولتك ان سترويدز، يعني كأنه البولتك بس واخد سترويدز، واخد هرمونات يعني. يعني ده التوصيف بتاعه. بيستخدم في الحقيقة يعني على الماستر، يعني دايما بتلاقيه من الحاجات الأساسية، أو من الأجهزة الأساسية اللي موجودة في التشين بتاعت أي حد يعني عنده أجهزة. فبتلاقي المانلي من الحاجات الأساسية اللي بتستخدم في الماسترنج. هو بولتك، بس هو في برضه بندات أكتر، وبتقدر تتحكم أكتر من البولتك. يعني مثلا هنا تيجي تشغل مثلا، تيجي تعلي، نفس الشخصية بتاعت البولتك ولكن ملمومة بقى، يعني مش ايه، البولتك بيعلي كل المنطقة دي، لا هو بيعلي جزء بسيط. تمام. طبعا تقدر تتحكم بقى في الموضوع بشكل افضل. يعني بص مثلا لو عملنا كده وجينا علينا، فاحنا كده بنعلي البيز لوحده بشكل جميل جدا. وتقدر تتحكم كمان في الايه، في الكيو، عايزه ضيق عايزه واسع، فالموضوع لذيذ جدا. تمام. في اوبشنز كتير هنشوف، انت كل ما بتغير في التلات حاجات دول، الثري فاكتورز، التردد والكيو والجين، ف بيديك اوبشن انك انت ايه، توصل لأصوات مختلفة يعني. بعد كده عندنا الباند
في 4 بندات بقى، يعني احنا عندنا هنا من 22 هرتز ل1000، ومن 82 ل3000، ومن 220 ل10000، وعندنا حتى 27000. فدي بتاعة الاير، منطقة الاير بتشغلها الأول من هنا، وبعد كده بتبدأ تعلي، وتقدر تخليه قط يقطع بقى، يعني كل ما تزود تلاقيه يقطع معاك. تمام. او تعليه، وتقدر تخلي الحاجة البند دي تقدر تخليها شيلف او تخليها بيل، ويديك برضو اوبشنز حلوة قوي. كمان في الحقيقة ده بيكون جامد، يعني هو كبلجن، في بلجنز تانية ممكن نوصل بيها لنفس النتائج، ولكن كجهاز انالوج مش هتلاقي جهاز ايكولايزر انالوج للماستر يديك كل الاوبشنز دي. هنا بيدينا برضو هاي باس فلتر، وادينا له يعني لو انت عايز تعمل هاي باس فلتر نفس الفكرة بتاعت البيتر ميكر اللي احنا قلنا عليها. الخاصية اللي بتدينا البيتر ميكر برضو هنا موجودة. تقدر انت تعمل هاي باس فلتر مثلا لحد 22، وتعلي مثلا بقى البيز، فيدينا الصوت البيز من غير ما يعلي المنطقة اللي تحت خالص. فممتاز جدا طبعا، يعني ليه امكانيات حلوة او تحكم كبير في الصوت على الماسترنج، من غير مع الحفاظ على الشخصية بتاعة الايه البولتك يعني. والبديل بتاعه لو انت ما عندكش اليونيفرسال اوديو، تقدر تستخدم النسخة بتاعة شركة بولسر، برضو ممتاز، هو نفس الفكرة بالظبط يعني. تقدر تخلي اي بند من دول شيلف او بيل. تمام. وبتشغل البند او تطفيها من هنا، وبتيجي تعلي مثلا. كمان هنا بيمتاز ان هو بيدينا بدل، لان انا طبعا الانالايزر ده مش هينفع يعني ده ما ينفعش تحطه انت وشغال، احنا عشان بنشرح بس، فهو نقدر نفتحه ونشوف بيه اللي بيحصل. يعني ده الغرض منه ان هو بندرس البلجنز ونشوف الخصائص بتاعتها وكده، ولكن ما ينفعش تستخدمه في الوقت انت وشغال يعني. فبالتالي ده بيكون خيار كويس لو انت عايز تعرف الصوت اللي بيحصل فيه، او انت بترفع انهي منطقة، او لما انت بتحرك الحاجات اللي بيحصل في الصوت. فده بيبقى اختيار كويس. وكمان صوته قريب من النسخة بتاعت يونيفرسال اوديو، وبرضو هو من الباسيف ايكولايزر. فكل دي اشكال وتنويعات كلها تنبثق من البولتك او فكرة الباسيف ايكولايزر. خلينا نسمع بسرعة كده بشكل سريع جدا كده، احنا يعني حللنا الموضوع. نشيل بقى البلاجنز دي كلها. طيب خلينا مثلا نسمع صوته على البيز، يعني مثلا هنا نسمع الأغنية. بابا حبيبي وحشتني جدا. صوت البيز مثلا في الأغنية دي نسمع. حاطين هنا بولتك. تمام. خلينا نقفله ونشوف قبله وبعد. مع الأغنية قبل. بعد مع الأغنية. فهو بيدينا صوت كده، بيخلي صوت البيز أعرض. طبعا أنا هنا هعمل كيو بعده تاني، وتقريبا واكلين من الايه، الايكولايزر فوق، واكلين من الهاي اند شوية. خلينا نشيله خالص، نسمع قبله بعد. قبل بعد. طيب تعال نشوف مثلا صوته مع الكيك.
فين هنا كيك، اسمع الصوت هنا مثلا. خلينا نحطه مثلا هنا على البيت كله ونشوف هيبقى صوته عامل ازاي. ثانية نفتح الشاشة التانية. تيجي تستخدم شاشتين بتلاقي البلجنز راحت على الشاشة التانية. طيب نفتح نشوف مثلا مع الكيك او مع البيت كله. قبل بعد، حتى لو احنا مثلا قللنا ال10 دي بي اللي احنا زودناهم مثلا. بص الكاركتر، ركز في الكاركتر، سيبك من علو الصوت. بص يعني بص قبل الكيك عامله ازاي، بص بعد. طبعا انا زودت قوي عشان تسمعوا الصوت بتاع البولتك عامل ازاي. طيب دي اول استخدام ليه. تعال نجربه في نجربه مثلا في الهاي اند. عايزين ناخد الصوت الفاتح، نفتح صوت التراك او صوت السنير. طيب اللي ممكن نجرب كده هنا، نرفع عند 8000 ونشوف. فتح طبعا صوت الايه الهاتس. نرجع ورا شوية مثلا 5000. ركز على صوت السنير قبل بعد. ممكن نخليها 4000 مثلا. اسمع البيت كله قبل، البيت كله بعد. طبعا ممكن نقلل شوية الاوتبوت عشان يبقى قبل زي بعد كده. تقريبا الصوت قبل زي بعد. نسمع بقى الصوت قبل وبعد كده. قبل كده بعد. طبعا كده احنا يعني ايه جربنا فيه حاجتين، اللو اند والهاي اند بتوع مع بعض. فطبعا يعني غير صوت البيت خالص، وده المطلوب ان احنا عايزين نلاقي بيفي لو اند وسلكي هاي اند. فهو بيقدر يحقق لنا الحتتين دول يعني في الصوت كايكولايزر. ممكن نيجي نشوفه مع الفوكال مثلا. مع الصوت الفوكال نسمع بغيابك عننا بتعذب. يعني انا حاطه هنا على الفوكال ومستخدم فيه. طبعا ما خدتش حاجة من اللو، خدت بس في الهاي منطقة 5000. عليت 5 دي بي. اسمع قبل وبعد كده.
كده الصوت قبل. بغيابك عنا انا بتعذب واتأثر جدا واتغرب. بعد. بغيابك عنا انا بتعذب واتأثر جدا واتغرب، وبحس بروحي بترجعلي كل لما بشوفك وبقرب، وببص في صورتك وحده. طبعا هنلاحظ طبعا ان الصوت الميكس ماضي شوية، بغيابك عنا لان انا لما باجي اعمل ميكس يعني بحط حاجات على الماستر. انا بعمل ميكس يعني بحط ايكولايزر، بحط ليميتر، بحط كومبريسور، علشان خاطر يعني ايه عايز اسمع الصوت هيبقى عامل ازاي في الاخر، وابدا اخد قرارات في الميكس بناء على كده. فبفتح حاجات معينه في الايكولايزر، يعني ممكن اوريكم بس مش هينفع افتح علشان خاطر تقيل قوي. انا مستخدم مثلا البولسر ماسيف، يعني دي حاجات انا اعملها على الماستر وعملت الميكس على اساسها. تمام، يعني معلي هنا ومعلي هنا ومعلي هنا. مش هينفع طبعا افتحها في EQ تاني فوق اهو، شايل حاجات. طيب ماشي كده، احنا كده جربناه مع الفوكال، سمعنا الهاي اند بتاعه عامل ازاي، وجربنا مع البيت سمعنا اللو وسمعنا الهاي. بغيابك عنا انا بتعذب. يعني ده باختصار كده البولتك، قصة البولتك بشكل مفصل. كده احنا عرفنا كل حاجة عن البولتك، سواء البولتك الأصلي أو الحاجات اللي بتحاكيه. وبكده احنا خلصنا فكرة الفرق بين الباسيف والأكتيف. زي ما احنا شفنا الباسيف بقدر استخدمه لما اكون عايز اعمل تغييرات على نطاق واسع، ما بقدرش استخدمه عشان اتحكم في النطاقات الضيقة. فاحنا لو خدنا مثلا من الأوسع للأضيق هنلاقي ان البولتك او الباسيف ايكولايزر اللي بيمثل البولتك يعني ده بيتحكم على نطاق واسع جدا. بيجي تحته الاكتيف ايكولايزر، ده بيبدأ يدينا امكانيات ان احنا نتحكم في نطاق اضيق من الباسيف ايكولايزر. وبعد كده الديجيتال ايكولايزر ده بقى بيدينا تحكم كامل ان احنا نشيل اي نقطة في الصوت او نعليها بالنسبة للترددات. فالانواع المختلفة من الايكولايزر بتدينا تحكم كامل في الترددات. شكرا لكم، نكمل ان شاء الله في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.